سلام خياتي عسلامة، مرحبا بكم، صباح الخير عليكم. اليوم جيت وجبت لكم وصفة تاع اللحم الحلو بزاف هايلة. عفوا ماشي اللحم الحلو، طاجين الحلو باسكو ما درناش فيه اللحم. وصفة بزاف شابة. بديت لكم تحضيرات تاع شهر رمضان، الوصفات الجديدة ان شاء الله تعجبكم وتنال اعجابكم. وما تنساوش يعني ولا حبيتوا وصفات جديدة ما تنساوش تدخلوا لي في التعاليق ولبي لكم طلبات ديالكم ان شاء الله اقرب وقت. اليوم جبت لكم قلت لكم طاجين الحلو بكل التفاصيل مع المقادير المضبوطة. خليكم مع الفيديو حتى للنهاية. نروحوا نجوزوا بالنسبة للمقادير. راح نحتاجو كيلة تاع فواكه مجففة، كيلة سكر، 2 كيلات ماء، ملعقة كبيرة زبدة، 2 ملاعق كبار ماء الزهر، ملعقة صغيرة فانيلا، عود قرفة، نجمة الأرض، مبشور ليمون. بالنسبه للفواكه انا راح نوري لكم واش درت وانتوما ماشي شرط تقيدوا بالفواكه اللي عندي. هنا عندي خياتي العزاز كيلة تاع فواكه مجففه. عندي هذاك الزبيب الكبير شباب، خديت من كل حاجه شويه شويه، من الكنفن شويه كيما راكم تشوفوا العينه، وعندي المشماش، وعندي 2 حبات هكا تاع لي زنانه مجففين، ومع الكيوي مجفف. فوالا 2 حبات. انا هذه الكيلة تاعي شويه كبيره، يعني البول تاعي كبير، فدالي حوالي يعني كيلة غير صباع. من نتوما تبعوا كيلة اللي تبعوا بها تكملوا بها كامل المقادير. فوالا انا هنايا جاتني نقولوا كيلة غير صباع تاع فواكه مجففة، فراح نكمل كامل المقادير كيلة غير صباع تاع المقادير اللي بقاولي. فوالا هنا غسلتهم مليح الفواكه ديالي ونقعتهم هكا، خليتهم في ماء دافي في كل حاجه وحدها، ضربتهم على بعضهم وحطيتهم في الماء دافي. بالنسبه للعينه شلوها 3 مرات حتى 4 مرات باسكو باش يروح لها داك الكحوليه ديالها، وخلوها هكا نقعوها في ماء دافي. نروحوا بالنسبه للمريقه راح نديروا كيله كيما قلت لكم. انا الكيله تاعي خدت لي غير صبع باسكو البول كبير. صافي درت عليها كيلة سكر ومبشور ليمونة، وهادو 3 ولا 4 تاع نجمة الأرض، وعود نحب أنا بزيادة الكو تاع العود قرفة، درت عود ونصف. انتي تحبي ديري عود واحد ديري، أنا نحب الكو. وعلى بالي ضامنة مضمونة باللي ما حتجيني المرقة يعني فونسي، حتجيني كلاغ يعني دوغي. فوالا هذاك المبشور تاع الليمون هو اللي حيخليه ما يجينيش لا كولور تاعو فونسي. وطبيعه الحال بالطريقه اللي حندير بها، حطيت هنايا 2 كيلات تاع الماء وكيلة تاع السكر ولافاني ومغرف كبيره تاع الزبده ونجمه الارض وعود قرفه ومبشور ليمونه. فوالا البنات نحطهم هكذا ونحطهم فوق النار. ما تنسوش خياتي، ولا كنتو عجبتكم لا فيديو ولا كنت عجبتكم بيرسونيلمون، ما تنسوش خياتي تدعموني وتوقفوا معايا. انا تاني خدكم بتبلاتكم، نتمنى ان شاء الله توقفوا معايا وتشتركوا في قناتي وتدعموني، وما تنساوليش جيم وتدخلوا لي كومونتير شباب كالعاده، ديما نستنى لي كومونتير تاعكم. فوالا حطيته فوق النار خياتي ودوك الدوبلي كامل هاد السكر والزبده، ومن بعد نغلق عليه بعد ما يغلي لي حوالي ربع ساعه. نجي ونحط عليه الفواكه المجففه كامله الا العينه ما تحطيهاش دوكا، راح نوريكم وقتاش تحطوها. نحط كامل الزبيب والمشماش و هادوك المهم كاع الفواكه ديالنا. حبيت نقول لكم خياتي ماشي شرط ديروا لي زنانه، ماشي شرط ديروا الكيوي، انا حبيت نوعا لكم برك في الفيديو. تقدروا ديروا نورمال غير الزبيب والعينه والمشمش. جينيرالمون انا كاع ما نستعملش الكيوي والاخر ولي زنانه في طاجين الحلو ديالي. ندير غير العينه والزبيب والمشماش ويجي ما شاء الله هايل. مي كي نحبوا نوعوا سورتو طاوله الاولى تاع شهر رمضان كريم ان شاء الله، نحبوا هكا نفحشوا شويه الطابله فوالا هذا ما كان. ونغلق عليها ونزيد نحسب ربع ساعه. كي نشوف الخليط تاعي ولا المريقه تاعي تغلي، نحط عليها العينه. كيما نعرفوا العينه تمتم الطيب، ف على هذيك اللي خليتها مع الاخر او ميم طون حاجه ما حتتحرحر لي وكلشي يطيب لي. وكيما نقولوا والمرقه ما تجيش كحله، تجي دوغي بيان دوغي.
فوالا نحط كامل الفواكه تاوعي يعني العينه ديالي، ونزيد نغلق عليها، ومن بعد نحسب لها يعني ربع ساعة هكاك ولا 20 مينوت ونشوف. يعني ماشي شرط تحسبي لها، غير تفتحي عليها تلقاي هاد الفقاعات والرغاوي، وتلقاي العينه تاعك منفخه، تنفخت وتدورت مع الزبيب منفخ وتدور، تعرفي بلي لاصوص تاعك راهي طابت. طفي عليها وزيدي عليها 2 ملاعق تاع ماء الزهر، وخليها دوك راح تزيد تعقد. يعني دوك كي تطفي عليها وكاع هي راهي دوك ماويه وكاع ماويه وكامل، من بعد غير تطفي عليها راح تولي لك، راح تعقد لك. فوالا البنات شوفوا الصوص كيفاش جات دوغي بيان دوغي، جات ما شاء الله تحمق كما يقولوا المغاربه. جات واعره. فوالا هذا هو الطبق النهائي. وكيفاش زينته تزيين بسيط، وهذوك اللوزات هذوك حمصتهم في شويه تاع زبده، وهذا ما كان. هذا هو الطبق تاعنا، يعني طبق اللي ولفناه بزاف في الديبيو تاع شهر رمضان. ان شاء الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والهنا. وما تنساوش خياتي، ولا كنتوا اول مره تزوروا قناتي ما عليكم غير الاشتراك في القناه وتتفاعلوا الجرس وتدعموني، وما تخلوليش بالك، وتنساو تخلوليش جيم وكومونتير. ومبقى لي نقول لكم بقاو على خير، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. في امان الله. السلام.